النهارده هنعمل مكرونه بالبشاميل اكله الاغنياء، وهتسالوني يعني اتحرقت 60 مره في كذا فيديو. بس يا جماعه ما كانش ينفع ما اصورهاش، وانا كلفت نفسي يعني. المهم ان انا اسمي مرات، ولو اول مره بتشوفوني ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه سواء على اليوتيوب او على الفيسبوك، وكمان لايك للفيديو. يلا بينا على طول ندخل في الوصفه، مش هطول الفيديو. اول حاجه نسلق المكرونه في ميه تكون بتغلي، فيها شويه زيت وشويه ملح، ونقلبها علشان ما تلزقش ببعض، وما نسلقهاش سلق كامل، يعني 3/4 سلق. بالنسبة بقى للحمة المفرومة، ففي طاسة على النار حطيت شوية سمنة، ورقة لورا، وحبهان، وشوية مستكة. تمام. وشوحت معاهم البصل، ورشيت عليه رشة ملح صغيرة. وبعد كده هنزل بنص نص كيلو من اللحمة المفرومة، واحط كمان شوية توم، يا بودر يا اما توم فريش، وحطيت شوية من الفلفل الحامي اختياري يعني. بالنسبة للصلصة، فانا استعملت صلصة جاهزة، حطيت 3 معالق كبار وزودت شوية مية، وبقلب كل ده على نار متوسطة. والبهارات بتاعتي بقى بابريكا مدخنة، شوية من بهارات اللحمة، جوز الطيب، وبس كده. اغطي عليها شوية لحد ما برضو ما تستوي. وكمان حطيت الملح، ما ننساش الملح. كده احنا خلصنا حاجتين رئيسيين في الوصفة. بالنسبة بقى لصوص البشاميل، المرة دي استعملت الباكو الجاهز، فهحتاج لتر حليب، وهضيف عليه باكو كامل من بواكي البشاميل او خلطة البشاميل يعني. كل ده انا ما ولعتش النار، انا طافيه النار. هقلب الاول على البارد، وبعد كده هولع النار. طول ما انا مولعه النار بقلب. هضيف شوية ملح، برضو شوية فلفل اسمر، وبعد كده هضيف معلقة كبيرة مش مليانة قوي من السمنة، وهفضل اقلب لحد ما القوام بتاع البشاميل يتقل. لو مش حابين تعملوا الجاهز، فضيفوا 4 معالق كبار من السمنة، وعليهم معلقتين من الدقيق، وقلبوهم مع بعض كويس. وبعد كده ضيفوا عليهم لتر من الحليب مع التقليب المستمر. تمام. وكمان في حاجة حلوة جربتها قبل كده، ممكن تضيفوا عارفين الجبنة اللي تبقى بطعم تتباع في علب بطعم مثلا الجبنة الرومي، او بتبقى بأطعم مختلفة، ممكن تضيفوا منها معلقتين كده كبار، بيدوا طعم حلو قوي. او جبنة تركي مبشورة، يعني لو حابين تضيفوا اضافات زيادة من عندكم. طبعا المرحلة اللي بعد كده معروفة، الصينية مدهونة سمنة او زيت، ونرص فيها المكرونة واللحمة المفرومة. والمكرونة نفسها انا حاطة فيها بشاميل، وعلى الوش بحط بيضة عليها برضو شوية فلفل اسمر. وكنت حابة اقول لكم برضو ضيفوا على اللحمة المفرومة في البهارات قرفة، بتدي طعم حلو جدا. وبس هدخلها الفرن على درجة حرارة شوية عالية لحد ما تستوي. وبس كده. بجد المكرونة بشاميل من اكتر الاكلات الحلوة اللي انا بحبها. واشوفكم بقى في وصفة جديدة، وباي باي.